السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كانت عندي طلبيه ديال هاد لي ميني طارطوليت بواحد الكاناج ديال الشوكولا اللي اقتصادي وتيجي رائع قابط راسو بدون كريمه. غادي نشارك معكم ان شاء الله جميع التفاصيل وطريقه التحضير، فقط تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده سبيسيال، درت عليها كاس ديال السكر كلاصي وكاس ديال السكر سنيده، قبيصه ديال الملحه، وغادي نخدم مزيان الزبده مع السكر. ممكن تستعملوا المارغرين، المهم تبقى لكم الاختيار. هنا غادي نضيف 2 كؤوس ديال الزيت وغادي نخدم. مهم البنات هذه العجينه المعتمده ديال الصابلي، يعني اللي كنخدم بها انا الصابلي هي اللي صوبت بها هاد لي طارطوليت. صافي من بعد كنزيد هنا واحد كاسه ديال البيضات وكندمج العناصر مزيان. وهنا غادي ندير الكاكاو، تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو بودر، وغادي نبدا كنجمع بالدقيق، يعني طريقه عاديه ديال العجينه ديال الصابلي. صافي كنجمعها بالدقيق هكا، كنحاول انني من ندلكهاش، فقط غير كندخل فيها الدقيق باش هكا ما يتقلصوش ليا في الفران، يبقاو في الشكل ديالهم. صافي من بعد ما كنجمعها كندخلها للثلاجه كترتاح تقريبا نصف ساعه، عاد كنبدا كنخدم بها. هنا خديت هاد لي مول ديال لي طارطوليت الصغار وكنبدا كنعمر. هنا راه كنت عمرت، بقات ليا غير شويه د العجينه عاد صورت معاكم. المهم كنقاد هكايا الجناب، كنفيني هكا بيديا. صافي كنحاول نقادها كما كتشوفوا، الطريقه راه واضحه. صافي من بعد غادي نتقبهم هنايا بواحد الفورشيط وغادي ندخلهم كيطيبوا على عافيه مهيله بحال الا غنطيبوا الصابلي. حتى كيطيبوا عاد كنديموا ليهم وندوزو دابا باش نحضروا الكاناج. بالنسبه للكاناج خديت 400 غرام ديال الشوكولا مخلطه ما بين شوكولا كالا وشوكولا غيش، دوبتهم في حمام مريم. من بعد ما تيذوب كنضيف ليه 2 معالق كبار ديال الجليكوز. من بعد غادي نبدا كنخلط هاد الشكلاط مع الجليكوز، ودائما المقله التحتانيه فيها الماء يكون سخون وانا تنخدم، يعني ما كنحيدش هذيك الكاسرون من داك الماء. هنا غيبان لكم الشكلاط بحال بدا تيخسر، يعني من ضفنا ليه الجليكوز، ولكن غير خلطوه مزيان، راه ما غادي يخسر ما والو. كيبدا بحال كيتقال كيف ما شفتوا. كنبقى كنحرك حتى كيبان ليا صافي داك الجليكوز راه داب مع داك الشكلاط. وكنضيف هنا 4 كاس ديال الحليب. غادي نبدا كنضيف شويه بشويه وانا كنخلط. غيبدا يبان لكم الشكلاط بحال كيطلق الزيت ديالو. كنستمر يعني في الخلط، هو راه كيخصكم شويه، يعني كيدي شويه د الوقت هكا في التحرك، ولكن راه في الاخير تيجي يعني كيعطي واحد النتيجه زوينه وكيجي واحد الكاناج زوين بزاف. المهم صافي كنبدا كنحرك هكا وانا كنضيف الحليب. صافي كنبقى كنخلط كيف ما شفتوا، هو بدا تيطلق راسو حتى كيتشرب. كنحرك مزيان حتى كيتشرب داك الحليب كامل، يعني يولي خليط منسجم، ما يبقاوش عندي السوائل بوحدهم والشكلاط متكتل، يعني كنحركو مزيان مزيان. صافي كنحطو جانبا، كنخليه حتى كيبرد وكيشط راسو. ممكن ديروه في الثلاجه، انا ما درتوش في الثلاجه، خليته غير هنايا فوق البوطاجي صافي يشط راسو مزيان، يعني هكا باش نبوشيو. بالنسبه لهذوك لي طارطوليت السامبل انا عمرته بهم هكا هو باقي سخون، ولا كنتو غديروه في البوش وغديروا به البريضه خصكم تخليوه حتى يبرد ويشط راسو مزيان. هنا من بعد ما تيبرد كيف ما شفتوا درتو في البوش، هما لي طارطوليت ديالي طابو. صافي هنا كنبدا ندير هكايا واحد البريضه بهذا الشكل هذا. المهم الشكل كيبقى لكم اختياري، ممكن تذوقوا يعني كيف ما بغيتوا، انا فقط عطيتكم غير فكره وصافي. بالنسبه لثمن البيع البنات انا دوزتهم ب 100 درهم الكيلو.
يمكن تحسبوهم اكثر او اقل، حيت انا السيده اللي خدمتهم ليها خدمت عندي كونتيتي كثيره وكتخدم معايا يعني بالجمله. داكشي علاش درت ليها الثمن. اما الا كان يعني كميه قليله غادي تحسبوا ليهم حتى 120 درهم، حيت الزبده سبيسيال ولا كان عاوتاني كلشي شوكولا غير راه كيكون الثمن ديالهم شويه زايد. صافي البنات يكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هنايا زوقتهم بهذوك لي بيبيت شوكولا كيف ما كتشوفوا، كيجي الكاناش قابط راسو يعني ما كيديفورما ما حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله يكونوا عجبوكم، وما تنساونيش بلايك وبارطاج الفيديو. خليت لكم الراحه.